ياما في مصر من حكايات، وحكايتنا النهاردة من أقدم الحكايات. من وقت ما كان الإنسان بيحفر أول خط على الطين وبيروي أول حكاية للنيل، من وقت ما مصر ما كانتش لسه مصر. تعالوا نحكي عن البداية، عن أول ناس، أول قرى، أول ممالك، وعن أول حلم، حلم الوحدة. أول ما الإنسان المصري استقر كان النيل هو البداية. الناس بدأت تزرع وتبني وتخزن وتفكر، بيت جنب بيت بقى قرية، والقرية بقت مجموعة، وكل مجموعة ليها شيخ وعادات وأرض، والأرض دي كانت أغلى حاجة، وكان لازم يحموها ويدافعوا عنها. القرى كبرت واتجمعت وبقت أقاليم، كل إقليم بقى له حاكم، وكل حاكم عاوز يبقى الأقوى. وهنا بدأت الرموز تظهر، نسر وزهرة لوتس وصقر وثعبان، رموز بتمثل القوة والسيطرة والانتماء. ومع مرور الزمن مصر بقت مملكتين كبار، في الجنوب أرض الصعيد واسمها مملكة الجنوب وعاصمتها نخب وتاجها لونه أبيض، وفي الشمال أرض الدلتا واسمها مملكة الشمال وعاصمتها بوتو وتاجها لونه أحمر. كل مملكة شايفين إنها الأحق، مرة حرب ومرة هدنة، لكن حلم الوحدة لسه بعيد. في وسط الصراع ده ظهر ملك اسمه مش مكتوب في كل الكتب، لكن لقيناه على حجر ولقيناه على صولجان. اسمه الملك العقرب، من ملوك الجنوب. العقرب ما كانش مجرد اسم، ده كان رمز للقوة والخطر والمفاجأة. الملك ده حاول يعمل اللي محدش قدر عليه، جهز جيوش وطلع يحارب ملوك الشمال، وصل لأرض الدلتا وسيطر على مناطق كتير. لكن المعركة ما كملتش، والتاريخ ما حكلناش كل النهاية، لكن اللي متأكدين منه إن الملك العقرب مهد الطريق للي بعده، للي اسمه دخل التاريخ ومعاه تاجين مش تاج واحد. وبعد سنين جه مينا، ملك من الجنوب، قلبه فيه حلم الوحدة، ما اكتفاش بالحلم لكن حققه. حارب مملكة الشمال وانتصر، وبدل ما يعلن نفسه سيد الجنوب بس لبس تاجين فوق بعض، الأبيض للجنوب والأحمر للشمال، وكان أول من سماها مصر الواحدة. ومن أول تاج وأول مدينة بدأت أول سطور في كتاب مصر، كتاب اتكتبت فيه ناس ومعارك وأحلام. واللي بدأوا العقرب كملوا مينا، كملوا بعدهم ملوك وسلاطين وناس بتموت علشان الأرض دي تفضل اسمها مصر. لو عجبتك الحكاية استنى اللي جاي، لأن كل حجر في مصر وراه حكاية.